يعني البراند استراتيجي ده يعتبر التطور الطبيعي بتاع مصمم جرافيك على حسب مثلا؟ على حسب في اتجاهات للمهنه تحديدا. اتجاه من الاتجاهات دي ان انا قررت اتخصص بس في تصميم العلامات التجاريه. طيب ده كمبدأ تصميم فقط، يعني كتصميم فقط. لما حبيت ان انا اخد خطوه في الكارير، ان انا اتطور شويه فكريا الاول قبل فنيا، قررت اشوف الشيء اللي انا بعمله ده هيكون مكتمل امتى. هيكون مكتمل لما اضيف معاه الجزء العلمي اكتر، الجزء الخاص بالتخطيط، اللي هو الاستراتيجيكالي ثينكينج. انا بفكر ازاي ان انا اوصل الشغل الحلو بقى اللي انا بعمله ده للجمهور، ازاي اخلي البراند اللي انا اشتغلت عليه ناجح، واصل للاودينس بتاعه، بيعرف يبيع بشكل منتظم.